من بعدها لحدا يعمل كيك. اول شغله بدنا نجيب اي صينيه فرن عنا. انا عندي هي الصينيه مقاس 35 ب 25. ندهنها بقالب زبده. هذا القالب هيك صار معنا بالاخير. انا بدي استخدم فاكهه الدراجون والتفاح، انتم فيكم تستخدموا اي فاكهه موجوده عندكم. بعد ما صار جاهز معنا خليط الكراميل بدنا نفضيه فوق صينيه الكيك. شوفوا كيف طلعت. وهلا لخليط الكيك باي زبديه كبيره عندي بدي 5 بيضات حجم كبير، وبدنا كاسة سكر هي تقريبا 200 جرام. اهم شيء لنجاح اي كيك انه المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. هون بعد ما امتزجوا معنا البيض كلهم مع بعض بدنا ننزل شوي من السكر ونرجع نخفق. نص كاسة من الزيت، تقريبا نص كاسة من الحليب، وملعقة صغيرة من الفانيليا. وهون عندنا كاستين كبار من الطحين بيطلعوا تقريبا 250 جرام طحين، بدي احط عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نزل الطحينات شوي شوي. اهم شيء عملية النخل، وبنحط فوق الرش صغيرة من الملح. نضل نحرك فيها من تحت لفوق لحتى يمتزج الخليط كله معه. ضيف فوقه مكسرات بيعطيها طعم كتير طيب. وهلا بناخذها على الفرن. وبعد 40 دقيقة صار الكيك معنا جاهز. ريحته بتاخذ العقل. اهم شيء هلا بدنا نتركه 5 دقائق لحتى يهدى وتنزل درجة حرارته بعدين بنقلبه. هبدأ الكبرى. واو واو واو. طلبوا مني ارجع اعمل لهم كيك تاني من دون الفواكه، وبدلت بدل الحليب حطيت لبن بنفس الكمية، وكانت النتيجة هيك وهيك. النتيجة اللي طلعت معنا هيك. قررت انا اني ادمج الكيكتين سوا. واو. شوية نرجسية بس شوي. من بعدها لحدا يعمل كيك.